بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه عن حاجه مهمه جدا. نفس ما احنا شايفين كده العداد هنا في بلسر 180. طبعا احنا كده فاتحين الكونتاك، ونفس ما احنا شايفين العداد الار بي ام بيعمل ايه، والعداد الارقام فيه ممسوحه، زائد لان المكنه فاصله كهرباء بالكامل زي مارش وزي الكلاكسات. اضاءه الموتوسيكل فاصله بالكامل والمارش فاصل. طبعا هنشوف مع بعض دلوقتي هيكون المشكله من ايه وازاي هيتم حلها، وممكن نعمل كل ده لنفسنا. هندوس هنا مارش مع بعض، هنلاقي لان المكنه بتفصل معايا والعداد بيفضل يشتغل ويرجع نفس ما احنا شايفين كده. طبعا ناس كتير ممكن تقول لك ده مشكله بطاريه، في ناس ممكن تقول لك مشكله فيوز، وفيها هنسمع مشاكل او هنسمع اراء من الناس كتير جدا. طيب احنا هنشوف دلوقتي مع بعض واقول لك تمشي خطوه بخطوه وتعرف ازاي، لان دي مشكله بطاريه او مشكله كهرباء او المشكله فين بالظبط، وتقدر تحلها لنفسك بدون ما تروح لفني. اول حاجه عشان اعرف ان كانت دي مشكله بطاريه ولا لا، هي لقاط المارش الجزئيه اللي هي دي. هحط اي حاجه تكون معدن في الجزء ده وهدور كده، لو الموتوسيكل اشتغل معايا كويس يبقى كده ده دي مشكله في الكهرباء او في تفيره الكهرباء. هنفك دلوقتي مع بعض ونشوفها خطوه بخطوه. ادي الكرسي، المشرط، طبعا احنا هنشوف مع بعض العيب او المشكله فين بالظبط وهيتم حلها دلوقتي واحنا مع بعض. هنستخدم حته سلك وهنحطها في سلك الكونتاك الابيض، وهحطها في السلك التاني. طبعا مفيش اي برضو كهرباء موجوده داخل الموتوسيكل. طيب كده يبقى معايا السلك ده في عمليه انفصال وهيتم الكشف عليه. طبعا ده يا جماعه بيكون من الميه. هات يا محمد يلا مشرط، وهنفتح الضفيره. هنبص هنا في الجزء بتاع الضفيره، هنلاقي لان الجزء ده مفتوح اصلا من خرطوم اللي ماسك السلوك. هنمشي مشرط عليه بالشكل ده ونفتح الضفيره. طبعا زي ما احنا شايفين يا جماعه كميه الميه اللي موجوده داخل الاسلاك نفس ما احنا شايفين. لو بصينا هنا هنلاقي ميه، واكيد واضحه في الفيديو. ده طبعا بيقلل في عمر الضفيره. طبعا انا بشد السلك علشان لو في اي قطع يظهر معايا على طول. طيب هنقدر نحدد قطع السلك منين بالظبط. امسك يا محمد كده كمان حته سلكه وليك كده من عندك. السلك ده يا حاج ماشي مش هدي.
كتر. اول ما العداد يشتغل قول لي. دور كده مارش. يبقى كده احنا كشفنا على السلك لحد كده السلك كويس. طيب هنفضل ماشيين معاه لحد ما يفصل معانا خالص. طبعا انا بعمل كل ده الفيديو ده معاكم مباشر، يبقى لحد هنا كده السلك ده كويس. طيب نروح اللمه الثانيه. تشيل يا محمد. وهنفتح من الجزء الثاني. هات الزرديه مبوظ. امسك تاني، امسك السلك. امسك السلك من هنا كده، ابعد عن سلك المارش قدام. وبكده برضو اشتغل معايا، اصبح السلك برضو القطع لسه من قدام. كده يبقى السلك اللي احنا شدناه القطع من الجزئيه اللي هي دي كده الموتوسيكل اشتغل معانا، وهنلاقي ان العداد اتظبط والار بي ام ظبط معانا. طبعا هنا في قطع في جزئيه السلك ده من الجزء ده اللي احنا لما شدينا اشتغلت معانا. كده السلك فصل معانا تاني. يبقى احنا كده عرفنا، لان السلك ده فيه جزئيه هنا مقطوعه هيتم التوصيل فيها. كده انا عرفتك ازاي تبقى مشكله بطاريه او مشكله ضفيره زي ما قلت، عشان اول حاجه اختبرها او مشكله فيوز اللي انا هجيب اي حاجه معدن واحطها في جزئيه لقاط المارش اللي هم الجزء ده، وهدور بالشكل ده. لو الموتوسيكل اشتغل معايا ده يبقى مشكله، يبقى مش مشكله في البطاريه. طيب قدر ما اشتغلش هتبقى كده في مشكله في البطاريه. هبتدي الاول ان انا اقرط على مسامير البطاريه، هقرط على مسامير البطاريه. بعد كده لو ما اشتغلش معانا هتبقى دي مشكله بطاريه. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك والتفاعل.